إخوان، السلام عليكم متابعي مزرعتي الصغيرة، كي دايرين بخير؟ كما كتشوفوا العنبر اللي كنا صورناه هذه واحد الشهران وجبنا الفلوس ديال الفرنسي. هو نتوما كتشوفوا تبارك الله الفرنسي خارج، تبارك الله تبارك الله. شوفوا كيفاش ولاو. غادي ندخلوا للكوري لداخل وغادي تشوفوا. هذا دابا غير بغاو يخرجوا برا باش يتنزهوا شي شويه. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للفرنسي الاخوان، هنايا الصراحه كنا ما مولفينوش، يعني مخليينوش يعني صوفاج بوحدو. يعني مره كنجيو كنجلسوا بحال هكا معاه. نتوما كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه يعني ساهل، ماشي بحال الدجاج. راه داكشي اللي ولفتيه، بعض المرات كيقول لك الاخوان راه الفيومي واعر وصعيب، ولكن الا ولفتي كتجي كتجلس معاهم بحال هكا راه كيبقاو ساهلين، يعني راه ما كيكونوش واعرين. راه داكشي اللي ولفتي الدجاج ديالك من الاول راه كيبقى عليه، الا ولفتيه كتبقى ديما بعيد منه راه كيولي صعيب. الا كنتي ديما قريب منه راه كيكون ساهل. ولهذا كنصح الاخوان ديما يكونوا قرابين من الدجاج ديالهم باش يبقى ديما ما يطيرش منه، ما ينفرهمش، يعني ما يهربش. الكوري كما كتشوفوا راه هو هذا الكوري. هاد البلاصه هذه الاخوان راه كنتو ديجا شفتوا هاد البلاصه هذه كانت محلوله، راه تسدات باش غادي يكونوا فيها فقط الديكور. غادي يكونوا فيها فقط الديكور ديال الفرنسي، لان غادي تعزلوا دابا الذكوره على الاناث، ما غاديش يبقاو مجموعين. راه بدا دابا كيوجد باش غادي يدير واحد المسرح من هنا، غادي يكون مسرح خاص من هنا حتى فين راني واقف، خاص بالذكور. الذكوره غادي يكونوا فقط غير هنايا، والاناث غادي يداروا هنايا باش غادي نعطيوهم البرنامج ديال نبداو برنامج ديال الدجاج البياضه من الفيتامينات يعني ونبداو في العلف ديال الدجاج البيض. وهنايا الاخوه كما كتشوفوا هو صايب المسراح فيه تقريبا واحد 300 متر كاري. هنايا هانتوما كتشوفوا، ها هو هذا هنايا كما كتشوفوا. هذا هنايا الاخوان مازال غادي يزيد واحد الكوري هنا غير صغير، ماشي كوري بحال كنقولوا غير الظل، ماشي غير تظلل الدجاج في الوقيته ديال الحراره. لان دابا تقريبا هذه واصله تقريبا دابا راه 5:05 والشمس هي دارت، الشمس كتطلع من هنا وكتجي من مورايا كدور. دابا الشمس د العشيه كلها كتكون هنايا، كيكون سخون الحال شي شويه. هما كيجيو هنايا للظل وغادي نزيدو لهم واحد الضليله لهيه، وغادي تكون شي ضليله عاوتاني هنايا مع الشجر باش يبقاو مرتاحين هنايا. وخلاص الشرابه غادي تكون ديما وحده على برا اولا جوج غادي يكونوا على برا، باش الا عطش الدجاج ما يبقاش كل مره غادي يمشي كيجري يمشي كيجري لداخل الكوري. وخلاص هاد الشراجم هادو راه تزاد فيهم شي شويه، راه تزادوا وسعوا كما كتشوفوا. هادو راه تزادوا وسعوا شي شويه باش ما يكونش عندنا مشكل ديال هذا ديال الريحه. لان في الاول فاش جبنا الفلوس راه كانوا غير صغيورين، راه كان غير النص ديالهم، ولكن دابا زادوا توسعوا لان الدجاج راه بدا كيكبر والريحه بدات كتكثر. باش ن... باش ن... يعني باش تكون التهويه لداخل وسط الكوري مزيانه والدجاج ما يمرضش. وصلت نتوما راكم عارفين بان الدجاج راه العدو اللدود ديالو هو انك تخنقو بزاف وما خاصكش تحل بزاف. هذا هو الكوري. اخوان كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى اللقاء، مع السلامه.